السلام عليكم أحبتي مشاهدي قناة الأنوار الفضائية. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. سنكون معكم اليوم وهذه الحلقة الأولى من برنامج رجال الأربعين. هؤلاء الرجال هم لهم الدور الكبير في تقديم الخدمة إلى زوار أبي عبد الله الحسين. فأنا وأنتم أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عامر كريم الشمري، مدير مستشفى السفير التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة. دكتورنا العزيز حياك الله وعظم الله لك الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين وأخي أبي الفضل العباس في هذه الزيارة المباركة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس وعلى سيدتي ومولاتي زينب الحوراء، عليهم أفضل الصلاة والتسليم. أرحب بكم وأحب مشاهديكم الكرام. شكرا لتلبية الدعوة وزاحمناك رغم الجهود الثقيلة التي تقع على عاتقكم. الله يسلمكم وعلى خدمتكم إن شاء الله. وأنتم فعلا رجال الأربعين، تستحقون هذا اللقب. الله يسلمكم، عسى أن نكون إن شاء الله. كل هذه الأعمال إن شاء الله مسجلة عند الحسين. عسى إن شاء الله. الله يسلمك. دكتورنا العزيز، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم. كيف استعدت مستشفى السفير لاستقبال زيارة الأربعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مستشفى السفير هي تعرفون مثل ما تعرفون انه هي المستشفى الوحيده اللي موجوده داخل نقول المدينه القديمه. نعم، مركز المدينه. مركز المدينه، نعم. وبالاخص في يعني ما بين الحرمين. يعني هذه المستشفى هي مستشفى تخصصي جراحي. نعم. انشأت المستشفى هي قبل حوالي يعني صار تقريبا 14 سنه، من سنه 2010، وتطورت شيئا بشيء لان كانت عباره عن مفارس طبيه. استعدادها طبعا بدت الاستعدادات احنا عندنا قبل زياره عرفه. يعني احنا ندخل الانذار في مستشفى السفير قبل زياره عرفه. وتبدا الاستعدادات تباعا، تجي بعدين 1 محرم، وتجي بعدين 10 محرم، وزياره الثالث مال وفاه استشهاد الامام، وبعدها يعني تبدا يعني تباعا زيارة الأربعينية. نعم، تتوالى هذه تتوالى. فلذلك هاي الفترة اللي هي فترة تقريبا بحدود الشهرين، هذه الفترة هي احنا في فترة انذار مستمر يعني. نعم. تداخلت معها مبادرات العتبة الحسينية المقدسة سماحة المتولي الشرعي ودام عزه بهذا الموضوع. هذه الجهود لازم أن تشكر، خاصة هذه المبادرات. الحمد لله. يعني أكو ناس يحتاجون هذا الشيء وأنتم أهلا لها. الحمد لله. يعني عسى الله أنه سبحانه وتعالى أن يوفقنا بهذا الموضوع يعني. أجمعين. ندعو الله أنه التوفيق بهذا الشيء. اللهم آمين. اللهم آمين. فبدينا بالاستعدادات، بس أنه تكون المفارزنا اللي طورناها هذه السنة. يعني المفارز أنه قبل كانت هناك مفارز عادية. نعم. هسه طورناها إلى مراكز طوارئ ومستشفيات ميدانية. الحاجة الماسة بهذا الموضوع خلانا ننتج هذا الشيء الجديد. احنا كل سنة لازم في تطور مستمر. عدد الزائرين، كل زيارة سابقة نحسب بها اللي راح يصير عندنا وشون نتدارك هذه المواضيع. يعني مراجعة سنوية. مراجعة سنوية بالضبط. نعم. لهذا الموضوع شنو الاحتياج مالتنا، يا اختصاص نحتاجه اكثر، يا حتى نوفر هذا الموضوع، نوفر موضوع الاختصاصات، الادويه، المستلزمات الخاصه بموضوع الزياره يعني. نعم. فهذا الموضوع يعني ندرسه دراسه قبل الزياره تقريبا، حتى الزيارات الكبرى قبلها بشهرين احنا لازم عندنا استعدادات. هاي جهود قبل الزياره طبعا، وهناك جهود بعد الزياره. نعم، لانه اكو مؤسسات اخرى تشارك منا بهذا الموضوع الزياره، فالاحتياجات مالتنا لازم نقدمها للامام يعني حتى نقدر نتحضر وقت الزياره. طبعا انا دائما اقول لهم التعب الاساسي هو قبل الزياره بايام. نعم. لان هذا هو الاستعدادات تكون يعني اكثر جهدا. بالضبط. يعني تحتاج منك جهد اكبر. من تمشي ايام الزياره انت تكون اذا تحضيراتك جيده فانت الزياره ان شاء الله تمشي بصوره جيده. والحمد لله مرت علينا زيارات العرفه وزيارات العاشر من محرم يعني بسلام، والحمد لله والشكر. يعني ادوا ما عليهم من واجب، اضافه الى انه ادوا ما عليهم بالخدمه لزوار ابي عبد الله الحسين. فالسنه كانت استعدادات نوعيه تختلف عن العام. العام خلينا مراكز طوارئ، السنه انشانا مستشفى ميداني.
يعني مستشفى السفير عباره عن 100 سرير هي. الفعلي هاي بداخل المستشفى. هاي داخل المستشفى. نعم. الفعلي نعم. الفعلي هي 86 سرير. انشأنا مستشفى ثانيه ب 70 سرير اللي هو يمصحن العقيله. سماحه المتولي الشائع شاف الموضوع انه هذا الشيء نحتاجه، فقال هذا المكان لازم يفرغ انه يصير كمستشفى يعني. نعم، اضافي مساند للمستشفى الرئيسي كربلاء يعني. نعم. بنفسه من طلعنا بعد الزياره قبل زياره العاشر. نعم. قال نحتاج انه يكون بهيك شيء. احنا طرحنا الفكره، فقال توكلوا على الله انه نسوي هذه الفكره، فانشانا مستشفى ميداني. مستشفى ميداني بمعنى المستشفى الميداني يعني انه هاي وجود اطباء مقيمين واطباء اختصاص، كوادر تمريضيه، كوادر مختبريه، بالاضافه حتى الى وجود يعني مختبر، سونار، صيدليه. ما شاء الله. اي نعم. ويعني اجهزه مجهزه، مثلا اجهزه الصدمه الكهربائيه، تخطيط مال القلب. زين، في هذه الزياره دخلنا حتى الاشعه. يعني سوينا في مكان خاص انه يكون به عازل همين للاشعه، وجبنا اشعه متنقله. بالاضافه الى انه خلينا حتى شيرات كراسي مال اسنان يعني. ما شاء الله. راح تدخل. وبالاضافه الى العيون دخلنا اختصاص العيون همين في حاله انه نحتاجه. جهزناهم الكوادر يعني اضافه الى الطبيه الصحيه والتمريضيه كلهم خدميه موجودين 70 سرير. هذا المستشفى الميداني طبعا راح يصير سنتر لانه هو يم صحن العقيله يم باب القبله. بالضبط. قلنا انه نعتبر هذه ال70 اضافه الى اللي موجود بالسفير 86 لانه استحدثنا شيء جديد هالسنه بالسفير همين ايضا ثاني. انت هذا السؤال حرقت لي اياه. انا محضر هذا السؤال انه شنو اللي اختلف هذه السنه عن السنوات السابقه، وقلت لي وفرنا هذا هذا طبعا هذا اول شيء مستشفى نعم. ميداني. عندنا مركز طوارئ في يعني المدرسه. هذه المستشفى دخلت الخدمه لو بعد هي دخلت الخدمه من العاشر، من زياره العاشر ما شاء الله. بس زياره ال40 زدنا عليها الاختصاصات الاخرى وجهزناها بعد اكثر، اللي هي الاسنان والعيون. الاسنان والعيون، وجهزنا المختبر بتحاليل كامله يعني هالمره ما شاء الله. والاشعه ايضا حتى نعتبرها مستشفى كامله يعني بهذا الموضوع. زين، هاي القياده شلون راح تسهل عليكم العمل بين المستشفى السفير وبين هذه اللي لا احنا نقسم. احنا بالنسبه لنا عندنا خليه ازمه، وعندنا الموضوع الثاني اللي هو غرفه عمليات مستشفى السفير. نعم. يعني كان عندنا اليوم صباحا اجتماع بغرفه العمليات. نقسم الواجبات انه كل مركز طوارئ اللي فاتحينه الى مسؤول عليه. هذا مسؤوليته انه اشرافه كامل على هذه المكان، تجهيزاته بالاتصال ويا الكوادر، بالجداول مال الاطباء والممرضين وغيرهم من الملاكات الصحيه، بالادويه، بالمستلزمات. هذا يكون هو المشرف الاداري على هذا الموضوع يعني بالاداره، بالاتصال ويا ويا اداره المستشفى. طبعا احنا عندنا جولات مستمره بهذا الموضوع يعني جولات كاداره يعني مستمره انه نشوف متابعه الموضوع. نعم. هذا بالضبط. فعندنا اول شيء هذا المستشفى الميداني، عندنا مركز طوارئ داخل الحرم اللي هو بالمدرسه الدينيه، عندنا مركز طوارئ في سرداب الحائر همين مركز طوارئ ايضا. طبعا ذاك 10 اسره، الجو همين نفس الشيء 10 اسره. وعندنا مفرزه في باب الكرامه للنساء، ومفرزه في باب السلطانيه للنساء. وعندنا مفارز متنقله. زين. يعني ذولا يشيلون يعني حقائب مال حالات الطارئه. نعم. داخل الحرم بالنساء اوليه. بالضبط. نعم. داخل الحرم بالنساء. اضافه الى مفرزه خارج مستشفى السفير همين عندنا موجوده. اضافه الى المسقف رقم 1 همين هذا خلينا به مركز طوارئ. طورنا المفارز الى مراكز طوارئ. هذني كلهن تحت اشراف مستشفى السفير. بالضبط. نعم. هذني كلهن تحت اشراف مستشفى السفير. نعم. بالاضافه الى ذلك دخلت السنه بزياره 10 محرم، دخلت وهسه مستمره خدمه اللي هي قبل كانت عندنا السيارات الصغيره الاسعاف. نعم. هذه كلش مهمه جدا بالزيارات المليونيه لان يعني تقدر تتنقل. زين. سهوله التنقل يعني بهم. فكانت عندنا عدد قليل، فمن طلبنا هذا كان العام، بس مجرد طلبنا من سماحه المتولي الشرعي دام عزه يعني بهذا الموضوع
سماحه الشيخ يعني قال توكل على الله جيبوا منه موضوع انساني ما يتوقف ما عليه. بي هذا. فدخلنا هسه 8 اضافه للاربعه صار 12 عندنا. ذني موزعات على المفاز والطوارئ. نعم. اللي ذني اي مراكز حاله الطوارئ حرجه تتطلب تدخل مباشر من المستشفى يتم النقل للسفير. يتم النقل وفعلا قدمت خدمه كلش كبيره في زياره العشاء محاور. زين هم لها طرق خاصه، اكو تخطيط خاص لها؟ يعني هي في ظل هذا الزخم المليوني وهاي اعداد الزائرين، كيف السائق انه ممكن يسير بسهوله ويصل للحاله الطارئه؟ هي اكو مكانات ممكن انه تتحرك بسهوله. ليش؟ طلبنا السنه، طبعا هذا السؤال كلش حلو لانه هاي السنه سويناها هذا الشيء الجديد يعني. نعم. احنا عاده قبل الزياره يصير اجتماع داخل العتبه الحسينيه بكل الاقسام، فتصير توجيهات من سماحه المتولي الشرعي، فكل قسم يذكر المعوقات مالته، اي شيء يواجهه ممكن يطرحه. فمن معوقاتنا هو نقل المرضى. اي اكيد هاي يعني الحالات الحرجه تتطلب انه نقل سريع. فكان التوجيه انه هذه الزيارات يكونون معها متطوعين قدامهم يفتحون الطريق لهم. ما شاء الله. يعني يركضون قدامهم ويفتحون الطريق، حركه السير. نعم. بالاضافه الى حمله النقالات. يعني اذا انا استصعب عليه في خلينا نقول جزء معين صار من الصعوبه، هذول اللي دا يمشون ويا السيارات ممكن يحمل الشخص، عندهم حمله عندهم نقالات، ممكن انه يرفعون المريض ويجيبونه يتوجه للمستشفى بالسرعه الممكنه. يعني هذا ممكن يعني حل هذا افضل حل. من السياره. هذا حل. الحل الثاني عندنا السرداب الحائر. يعني زين منافذ معينه باتجاهات احنا هذه خاليها، وطبعا يعني جهود الاقسام مال العتبه بالتعاون وياهم، يعني هم جهودهم ما ننكر اي جهود يعني اكيد هم بهذا الموضوع. لا، هي هاي جهود مشتركه بالضبط، وهي كل هذه الجهود مسجله عند الحسين وشعارها واحد وهدفها واحد بالضبط. فالكل يعمل تحت هذا الاتجاه بالضبط. يعني هم يعطونا منافذ انه يعني حتى نقل المرضى يكون عن طريق السرداب يكون اسرع، زخم اقل، وممكن انه يخرج مباشره امام مستشفى السفير. لذلك هاي اول سنه طبعا تصير عندنا بالسرداب. العام نفذناها، السنه نفذناها بعد اوسع. اي السنه نفذنا اوسع. ليش؟ لانه من نحكي المعوقات احنا عاده راسا تطلع التوجيهات انه طبعا الاهتمام بالقطاع الصحي بالنسبه لسماحه المتولي الشرعي كلش كبير، الهدف الاساسي كلش كبير. يعني ما تتصور الحاله بالاهتمام مالته بالقطاع. لا، والدليل هذه المبادرات الموجوده يعني بالضبط. يعني يعني دائما عند المقوله انه صحه الزائرين اهم شيء. اكيد. يعني هذا الموضوع يعني كلش مهم عنده، فلذلك احنا من نطرح فد موضوع وامكانيه تطويره، يعني تتحرك الاقسام يعني حقيقه مشكوره يعني يجدون الحلول بسهوله وبسرعه ممكنه حتى يسهلون عمليه السير العمال. صحيح. نعم. فهذه المراكز قسمنا حتى توزيع الادوار بها. يعني مثلا انه المدرسه الدينيه ممكن انه تحول الى السرداب الحائر لانه بها اطباء خالين. حلو. وهي طبعا هم خالين بها اطباء، بس اطباء خلينا نقول هنا مقيمين، هنا مقيمين اقدمين اختصاص. زين وعطيناهم امكانيات همين عاليه، لان داخل الحرم نحتاج في بعض الاحيان تصير عمليات الاختناق وكما اختناق وكذا وهذا. زين مثلا المثقف يحول الى مثلا صحن العقيله، الفلان المركز الفلاني مثلا يم السلطانيه قريب على السفير. سوينا الخريطه، خريطه انتقال المرضى. يعني طبعا هذا بالاجتماع حددناهن. كيف انه انتقال المرضى يصير ونقلهم حتى يكون اسرع ما ممكن انه توصل به. استحداث السنه ايضا، ما ادري انه يمكن انت قلت لك سؤال، انت قلت لي اي فعلا. اي لا براحتك. الثاني اللي هو بمستشفى السفير، العام سوينا تجربه. احنا كنا نعاني من نقل المريض خارج المستشفى اذا كان يعاني من امراض القلب، تعرف يعني هذا شيء مهم جدا. نعم. تحتاج الى اجهزه خاصه. احسنت. دكاتره خاصه. احسنت. اي مراعاه خاصه، فلازم ينقل لانه احنا مستشفى جراحي. اكيد.
العام عندنا احنا طبعا اسره مخصصه للعنايه المركزه. العام استحدثنا شيء انه قلنا خلينا نجرب انه المرضى اللي هم خطورتهم عاليه جدا نقدر نعالجهم بحيث انه نسويهم في مرحله الاستقرار اللي نقدر ننقله. خلي يطول ساعتين 3 بالنقل، لان تعرف انت اذا تقنت الاسعاف ما يقدر يتحرك فالساعه يلا يوصل. السنه طورناها سوينا 20 سرير ما شاء الله، من 5 اسره 20 سرير الحاجات الضروريه اللي هي الطوارئ. لا جبنا اختصاص اطباء اختصاص اي جيد. اختصاص دقيق في امراض القلب. يعني بعد ما نحتاج ان ننقل الزائر خارج يعني المستشفى. احنا جهزنا المستشفى بمونيترات نعم مال مراقبه مريض، باجهزه صدمه اكثر من 4، باجهزه تخطيط، اجهزه تنفس اصطناعي جهزناها ما شاء الله، وجهزناها بالاضافه لذاك بالادويه اللازمه لهذا الموضوع. هذا الشيء راح شويه انه يعني نقدر نطمئن اكثر. احنا نطمئن انه نقدم خدمه اكبر للمريض، انه المريض من يجينا ممكن انه نستقبله وممكن انه نطيل علاجه ويصير حالته مستقره، وثاني يوم مثلا ننقله باسعاف وهو تكون هناك رعايه اكثر بعد اذا احتاج رعايه في المستشفيات الاخرى، او مثلا يرجع الى تعرف انت محافظات او دول هم جايين. شوفوا رعايه يعني وين تتحول بعدين المرة الثانية. بس بالاقل نطلع من مرحله المراحل الحرجه والخطوره. نعم دكتورنا العزيز، ولو تعبتك اني، هل هناك تنسيق بين مستشفى السفير ودائره الصحه بشكل عام؟ احنا طبعا مستشفى السفير هي اداره مشتركه بين دائره صحه كربلاء والعتبه الحسينيه المقدسه. بكوادر هي اصلا يعني كوادر دائره الصحه. التنسيق عالي جدا بين دائره الصحه ودعم كبير. اول شيء قسم العمليات الدعم بالنسبه لسيارات الاسعاف الفوري، بالاضافه لسيارات الاسعاف اللي عندنا اللي هي عددها 8 نعم مال العتبه. اكو اسعاف فوري بالنسبه لنا موجود متواجده، هذني همين دعم، بالاضافه الى الدعم بالمستلزمات والادويه. كوادر ملاكات طبيه صحيه، يعني مو فقط بالاليات كسيارات وهي، لا اكو لا كوادر دعم مستمر. اي بالضبط. نعم. بالادويه والمستلزمات والكوادر. يعني هذين الامور اللوجستيه كلها دعم كبير بيننا وبين دائره صحه كربلاء، بالاضافه الى المستشفيات التابعه لدائره صحه كربلاء، لانه يعني موضوع الاحالات وحالات يعني عندنا تنسيق عالي بهذا الموضوع مع المستشفيات الاخرى. جيد. دكتورنا، ما هي الخدمات اللي تقدمها مستشفى السفير لزوار ابي عبد الله الحسين في زياره ال40؟ يعني احنا الحمد لله والشكر يعني نقول انه جهزنا المستشفى ادويه مستلزمات كامله، بحيث انه ممكن نؤدي خدمه انه تقديم خدمه صحيه جيده الى الزائر. يعني انه انت من يجي الزائر اكو طبيب راح، اكو اطباء تفحصه، اكو تمريضيين، اكو ادويه متوفره تماما. يعني جيد. كل شيء يعني وفرنا. يعني اجتماعاتنا كلها بتوفير الادويه اللي نحتاجها في الزياره. يعني بالاضافه لا سامح الله اذا احتاج اي عمليه طارئه فمستشفى السفير هي كوادر موجوده على مدار الساعه وعلى طول ايام الزياره. يعني هذه العمليات الجراحيه، بالاضافه الى مساله الانعاش القلبي والعنايه المركزه اللي هسه استحدثنا. اريد الاختصاصات بالدقيق اللي موجوده بداخل السفير. هسه الاختصاصات الدقيقه الاساسيه اللي موجوده هي الجراحه العامه، الجراحه البوليه، عندنا اطباء بالجراحه الجهاز الهضمي، جراحه الكسور والمفاصل، عندنا بالنسبه ايضا جراحه انف واذن وحنجره. بالزياره صار دعم من دائره الصحه بالاطباء اختصاص الباطنيه والقلبيه. جيد. بالاضافه الى الاختصاصات العيون ايضا والاسنان اللي ضفناها هسه حاليا. هذا طبعا بس للزياره، ايام الزياره، لانه يعني احنا كمستشفى تخصصي جراحي. يعني بعد زياره اللغي، بالاضافه الى مركز العقم. جيد. اللي هو هسه داخل من ضمن المبادره جيد. نعم دكتورنا العزيز،
هناك شريحة تستفاد من هذه الخدمات بالتحديد، شريحة معينة أو متاحة أمام الجميع بدون أي استثناء؟ متاحة أمام الجميع. يعني بالمختصر الطب هو إنسانية. نعم. فكل إنسان مستشفى السفير راح تستقبله. ما شاء الله. يعني هذه الرسالة اللي احنا بدنا نوصلها، رسالة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهاي توجيهات سماحة المتولي الشيخ والمرجعية الدينية، أنه أي إنسان هو موجود بغض النظر عن مذهبه أو طائفته أو دينه، فهو يتلقى العلاج وبصورة مجانية. ماكو تفضيل بين أبدا فئة وفئة، أبدا، بين جنسية وجنسية. احنا عندنا تأكيد علينا بهذا الموضوع من سماحة المتولي الشيخ، بحيث يطلب من عندنا بالأيام العادية قوائم بالمحافظات، ايش قد تشتغلون المحافظات حتى يطلع. ومحافظات عندنا يعني من دهوك، من كركوك، من الموصل، من الأنبار، من الجنوب، بصرة، ناصرية، العمارة. احنا ودينا أكثر من مرة وفود إلى عيادات باسم المرجعية مفتوحة همين بالتنسيق هناك مع دوائر الصحة. رحنا للبصرة، رحنا للعمارة، للناصرية، ودينا أطباء جابوا من هناك مرضى سوينا لهم عمليات. ما شاء الله. هاي عندنا دورية هذه الشغلة، يعني عيادات متنقلة، يروح هناك يخلونهم مكان، يجون أطباء اختصاص يفحصوهم يكملون، نعطيهم مواعيد، يجون هنا خلال أسبوع نكمل عملياتهم. من 50 يعني مرة من المرات تقريبا حدود 97 عملية من المحافظات خلصناهن خلال أسبوع. ما شاء الله. هذني يعني اعطينا مواعيد بحيث نخلصهم خلال أسبوع كامل، يعني ما نأخرهم، لأنه تعرف محافظات احنا اهتمام بها. هذا طبعا التوجيه أنه أي شخص يجيكم لازم تستقبلون أنه هذه الخدمة تنطوه والدعم هذا كله لأي إنسان موجود يعني على الكرة الأرضية. الكل سواسية طبعا، ماكو فرق بين فئة وفئة. طبعا هذه رسالة. نعم. رسالة الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. عندي أنه هو للناس أجمع. أكيد. دكتورنا العزيز، كيف يتم تنظيم العمل الطبي والرعاية الصحية في المستشفى لضمان استقبال ورعاية الزوار بشكل أمثل خلال فترة الزيارة؟ يعني احنا خلينا نقول اكو فد موضوع اسمه الترايج اللي هو تصنيف المريض. نعم. هذا بدنا نطبقه حاليا داخل المفارز مالتنا او المراكز الطوارئ. يصير استقبال للمريض من قبل كوادر تمريضيه، يحددون انه هذه الحاله حاله بسيطه او فد شيء، عندنا اطباء مقسمين الموضوع مالتهم كل من باختصاصه، كل من بالضبط. نعم. هذا الطبيب الفلاني، هذا المريض مثلا يروح على هذا الطبيب الفلاني. هذا طبعا استحدثنا من السنه يعني من سوينا المستشفى الميداني. جيد. وخلينا مفرزه هي هاي اللي باب السفير. هذه تسوي يعني شلون نقول فلتر، انه الحالات البسيطه ممكن علاجها تعطي العلاج مالتها وتطلع بعد ما يفحصوها. الحالات اللي تحتاج مثلا تدخل الى المستشفى الى الطوارئ تتلقى علاج هناك وبعدين تكمل. وراها مثلا اكو حالات لا هاي حرجه جدا، الحاجه تدخل مستشفى نبقيهم يمنا، تدخل جراحي، نعم. انعاش قلب او فد شيء. هذا التقسيم الاداري انه السنه طبقناه بصوره يعني اكثر انضباطا. نعم. بالزيارات اللي هي من 10 محرم. هسه بهاي الزياره لا سوينا بعد اكثر انضباط اكثر ما شاء الله لتصنيف حالات المرضى، لانه الاعداد المرضى هائله يعني حتى يسهل عملياتنا عاليه جدا. نعم. فحتى ممكن المريض اللي يكون حرج يتلقى علاج بصوره سريعه. اذا صار انه ارباك بهذا الموضوع ممكن انه يسبب خلل كبير. بالضبط. اي دكتور، انا فاصل وارجع ان شاء الله نكمل حديثنا. إن شاء الله. نعم احبتي المشاهدين، فاصل قصير ولنا عوده اخرى، فلا تذهبوا بعيدا.
وهذه عودة مجددة مرة أخرى أحبتي مشاهدي قناة الأنوار الفضائية، وهذه الحلقة الأولى من برنامج رجال الأربعين. فمرة أخرى أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم دكتور عامر كريم الشمري، مدير مستشفى السفير التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة. أهلا وسهلا بك دكتورنا العزيز مرة أخرى. الله يخليكم والله يسلمكم. الله يسلمك دكتورنا العزيز. الكوادر الطبية العاملة في مستشفى السفير هل هم كوادر عراقية فقط أم هناك كوادر عربية أو أجنبية قبل زيارة الأربعين وما بعد زيارة الأربعين خلال هذه الفترة؟ كل الكوادر الموجودة بالسفير هي كوادر عراقية. نعم. بكل اختصاصاتها كلها كوادر عراقية، ما عندنا أي كوادر عربية ولا هذا. طبعا زي. تعرف أنت هذا الموضوع يعني حرج بالنسبة أنه كمستشفى تعتبر مستشفى حكومي، يعني هذه هي صحيح تابعة للعتبة الحسينية بإدارة مشتركة. نعم. فإحنا الكوادر مالتنا كوادر عراقية اللي بالنسبة للأطباء والتمريضيين والملاكات الصحية والإدارية والخدمية، هاي بشكل عام كلهم عراقيين. أما فترة الزيارة، أما أيام الزيارة، أيام الزيارة إحنا عندنا مراكز طوارئ. طبعا السفير دائما من تجي أنه تعرف التعداد متطوعين، الناس كثير من المتطوعين يحبون يخدمون، طبعا أكيد يحبون يخدمون زائر أبا عبد الله حسين من كل أنحاء العالم، يعني حقيقة من كل أنحاء العالم. يعني أنا لمست هذا الموضوع، فلذلك كان أنه احنا نعطيهم يعني نقول شرف المشاركة بهذا الموضوع، لكن مو أي كوادر يعني أو ملاكات. يعني نقصد ككوادر رسمية بداخل المستشفى، كوادر رسمية لا، كلها عراقية. نعم بالضبط. عدا أنه بعض المؤسسات اللي يصير اتفاق مؤسسات رسمية، نعم. يعني حتى من خارج القطر يصير بعض الأحيان في أيام الزيارة احنا عندنا فد اتفاق معهم يزودونا بكوادر يجون يخدمون هم زائر أبا عبد الله الحسين، بس أكثرهم هي بمراكز الطوارئ والمستشفيات الميدانية الخارجية اللي راح يصيرون. بس تبقى المستشفى كوادرها وأطبائها واختصاصات العراقيين الموجودين داخل المستشفى. بالضبط. نعم. بالضبط. دكتورنا العزيز، ما هي الإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة التي تتخذها المستشفى للتعامل مع الكثافة الكبيرة للمرضى خلال زيارة الأربعين؟ مثل ما تعرفون أنه إحنا خرجنا من موضوع الوباء، يعني كفانا الله شره، يعني هذا الوباء السابق، فإحنا نعرف أنه أكو أمراض انتقالية ممكن أن تحدث. نعم. طبعا بالإضافة إلى الفرق الصحية اللي نشرتها دائرة الصحة، متابعة الصحة العامة، موضوع التلوث البيئي ومراقبة الحالات بالأمراض الانتقالية. نعم. احنا سوينا عندنا احنا وحدات خاصة بهذا الموضوع. أول شيء المتابعة بموضوع أنه التعقيم والتعفير بالنسبة للمستشفى. طبعا مستمرة لحد هذه مستمرة. نعم. لا ويعني كل مريض يدخل بعد ما طبعا يخرج هو المكان مالته يعقم ويعفر من حتى استبدال الفرش بالضبط. كلها هذه من يعني لا يعني إضافة إلى أنه المستشفى في بعض الأحيان انه احنا عباره عن وجهات وغرف، فمثلا هذه الغرفه هسه فرغت من هذا، تعفر هاي الغرفه الى ان يعني تجي حاله تدخل هنا، او ننقل مثلا مرضى هنا حتى تعقم بقيه الغرف البقيه تباعا يعني. نعم. بهذا الموضوع. اضافه الى انه التوصيات اللي دائما مستمره بالنسبه للكوادر باستخدام الكفوف والماسك، يعني الكمامات يعني هذه مهمه جدا. يعني محاضرات مستمرة بموضوع كيفية الوقاية حتى من ناحية الوغز مثلا بالإبرة أو فد شيء أو كذا، هذا كلش مهم جدا. يعني احنا دائما محاضرات مستمرة بهذا الشيء. احنا دعينا حتى بموضوع أنه نشر هاي التوعية الصحية، هاي ضرورة يعني جدا في داخل أي مفارز أو مراكز. هذا خلينا عناصر تنشر التوعية الصحية. يعني احنا لاحظنا في بعض الحالات انه يجي رجل مريض كبير بالسن، لاحظ انه وياه 4 5 اشخاص. بالضبط. يدخل المستشفى يربك الوضع بالمستشفى. بالضبط. وهو جاي ويا مريض واحد ويسبب مشكله، وكانه داخل مجلس ولا تقول داخل صحيح. المستشفى صحيح. ولا شيء. هذه الحالات كيف يكون التعامل معها؟ هي هذه اكو فد مساله الثقه.
من المريض او اهل المريض مثلا يقول اكو هناك انه رعايه صحيه موجوده فعلا، وهذا المريض ممكن اهتمام به، يعني ممكن انه يستسلمون للاجراءات اللي احنا نسويها. نعم. احنا خالين اكو يعني عناصر الخدميه، المريض يتلقونه من برا يعني. نعم. يعني هم ياخذونه يخلوه بعربان بالكرسي يعني تشير، يوصلوه بعدين يحكون ويا اهله انه يهدون الوضع ويطلعوهم الى انها من يشوفون اكو هيك رعايه يعني صحيه موجوده واكو فد يعني هو نفسه يهدأ يعني. اكيد هاي روح الثقه تنزرع. يعني الحمد لله يعني ما عانينا كثيرا من هذا الموضوع يعني حقيقه يعني انه الناس بدات تتفهم انه بدها تتقدم له خدمه اكيد فعلا. لازم يكون هناك تنسيق وتعاون بين بالضبط. المرضى اهالي المرضى وبين الكوادر الطبيه. احنا عندنا فد مساله ثانيه بالسفير، احنا خالين سجل وشخص خاص بهذا السجل يسموه المتابعه لاراء المرضى عن تقديم الخدمه. حلو. بدون ما يسجل الاسم او بدون اي شيء، يكتب الرأي مالته، شنو اللي عندك، شنو المعوقات، شنو اللي عانيت من عنده، شنو اللي كل هاي الامور يسجل لنا اياها. سجل موجود، يمكن حتى تطلعون على هذا السجل وتشوفون الاراء اللي هذا، لان هذا السجل يعني سماحه المتولي الشيء نفسه يطلع عليه. ما شاء الله. زين. نشوف انه الاراء المواطنين، بالاضافه الى انه متابعتنا الى هذا الموضوع كاداره. هذا يسهل عمليه المتابعه. بالضبط. المريض نسأله، وحقيقه وفود كثيره اجتي ودخلت الى السفير وهم يسالون المرضى، مو احنا نسالهم يعني. حتى يعني على مستوى قيادات متقدمه مثلا بالوزاره يسالون المريض انه تلقيت العنايه، عندك نقص فد شيء، عندك كذا، عندك كذا، اكو تقصير بجهه، اكو تقصير بجهه. حقيقه الناس يعني لقوا انه اكو هذا الشيء، فالناس يعني على يعني فطرتهم بهذا الموضوع فطرتهم، فيتكلمون بالحقيقه يعني انه ما لقى، بالعكس العنايه جيده، صار عندي عمليه وطلعت والحمد لله، علاج موجود، ما دزينا على علاج من برا، هذه الامور كلها بركات الحسين هاي. طبعا. سلام الله عليك ابو عبد الله. انا هذه مؤمن ويقين عندي بها انه بركات الامام الحسين في هذه المستشفى يعني يقين بهذا الموضوع. يعني هو هسه اللي ياخذ جوله داخل المستشفى يصفن هاي الاعداد اللي هاي الاعداد يعني شلون مستحيل يعني. مستحيل يعني لا تحطها بقانون ترهام، لا تحطها بسجل ترهام. يعني انت هسه قلت لي 86 سرير، وهسه راح اجي اسولف وياك بالاعداد العمليات اللي سووها، ماكو مقارنه يعني. سيدي الفاضل هذا الموضوع يعني حقيقه مرات احنا قلت لهم ما حد يفكر به، اتركوه. لان هذا يعني اذا تفكر به ما تعقله، لان انا اتحدث بهذا الموضوع يعني عيادة خفيه. لا فعلا والله يعني الحمد لله. يعني هي النيه بهذا الامر ونيه العمل ونيه الخدمه. حقيقه كوادر الموجوده بمستشفى السفير ما يشتغلون فقط لانه هو جاي كموظف دا يشتغل، لا خدمه، لا دا يعتبر نفسه انه دا يقدم خدمه. فعلا. فهو لذلك نشط بهذا الموضوع يعني، وعندهم خبره شلون يتلقى الزائر وشلون يتعامل ويا الزائر وشلون كذا. عندهم خبره صارت حقيقه بالتعامل، حتى بالتعامل صارت عندهم. يعني انا انقل لك حاله، انا احد الاشخاص رحت في يوم زياره مريض بالمستشفى، وعن قريب مو بعيد، رجل بالباب وبالاستعلامات بالليل قريب الساعه 11 تفضل. قلت له عندي زياره مريض، قال ممنوع الزياره. قلت له انا لازم اشوفه. قال انا بخدمتك، بس زيارتك للمريض راح تسبب مشكله للمريض مو مشكله لي، انا اوصلك للمريض. قلت له ولو من بعيد اشوفه. قال ماكو مشكله. اخذني من يده وصعدت يمه. يعني لاحظت هذا الاهتمام الزايد من المنتسبين بي، خجلني بحيث حتى لو عندي نيه بعد اريد اشوف المريض اتقرب يمه، بهذا التصرف خلاني من بعيد اشاهد حاله المريض وانزل. فهاي تحسب لكم الحمد لله. هذا الموضوع جدا مهتم بموضوع السيطره على العدوى. وتعرف احنا اعداد كبيره يعني
واحتاج الى انه دائما تعقيم الاسره والارضيات والجدران فاسوي مرات حتى جولات مفاجئه. انا متاكد انه راح القي الامور ماشيه طيبة. ليش؟ لان تجيني تقارير على المسحات اللي تصير، الحمد لله والشكر ماكو اي شيء. وخاصه موضوع الزياره، يعني انا مثلا يعني ما ادري تصدق بهذا الموضوع او فد شيء، اي واحد ممكن حتى لو قريب لي انا مطيهم توجيه ممنوع، يعني انه مثلا مو اوقات الزياره، او في حاله واحده انه هو كل ما تعرف وياه مرافق. المرافق ينزل يصعد واحد استبدال. نعم. موضوع السيطره على العدوى موضوع يعني صعب بهيج مستشفى بهيج يعني زخم اكيد مال العمليات. تحتاج لازم خاصة يعني لازم انه بالضبط لازم انه ناكد على موضوع هذا الموضوع، انه كيف انه نتصرف به. يعني يجون المسؤولين على هذا يحاسبوني، انا يحاسبوني دكتور هذا لازم هيك نسوي، دكتور لازم، لذلك نعطيهم سلطه مطلقه. بس احنا بعيدا عن الحساب، هاي ارواح ناس. اي لا هي يعني هو اذا اعطيتهم سلطه مطلقه انه انت تدخل مكان تحاسب هذا ليش كذا، هذا ليش كذا، هذا ليش كذا. زين يعني اعطيتهم، لانه موضوع جدا مهم يخص صح ما طول يخص حياه مريض او صحه مريض اللي نعتبره هذا فد شيء مقدس. المريض دائما يعني مهما كان انسان محتاج الى مساعده. يعني خلينا نقول انه انسانيتك بهذا الشيء انه لازم تبدي له هذه المساعده. ممكن يتململ من مرضه، ممكن هو حالته النفسيه متازمه، ممكن يتصرف تصرف اخر، لكن انت تصرفك شلون راح يكون وياه؟ كيف تحتوي هاي الازمه اللي بيها هو؟ هي هذا مهم جدا. مهم جدا، يعني الاحتواء للمريض مهم. اكيد هذا عنده ازمه، انت الازمه لازم تخلصها. اما انت مقدم خدمه او فد شيء او مسوي اللي عليك، هاي بعد بقت انه الشفاء والعافيه بيد الله سبحانه وتعالى. لكن انت اهم شيء يكون راضي نفسك بهذا الموضوع امام الله سبحانه وتعالى. امانه هاي. هذه التوصيات والتوجيهات مستمره بهذا الموضوع، يعني انه هذا الانسان مقدس يكون بالنسبه لكم، لانه هذا محتاج مساعده من عندك بهذا الشيء. دكتورنا العزيز، تدري الزخم المليوني كل سنه وبركات الحسين الاعداد تزداد ما تقل، فهناك تحتاج بعض الطرق الى مفارز طبيه خاصه. كيف يتم التنقل والتعامل والوصول الى مستشفى السفير؟ بعيدا عن المراكز اللي تحدثت بها القريبه. طبعا اكو امور، يعني احنا طبعا اكو هناك هيئه الصحه والتعليم همين اللي هي مستشفيات العتبه، صار تصير تنسيق بيها انه المكانات اللي ممكن تحتاج بها مراكز طوارئ او مفارز لازم ننشرها، لكن تبقى الحاجه الى الانتقال الى مستشفى. انا مثل ما طرقت قبل شويه انه قلت اكو عندنا سيارات الاسعاف الصغيره. تعرف انت اكو فد ايام اللي هي خلينا نقول يوم 18 19 20 هذا لبه الزخم واللود تصير على المدينه هذه. يعني هنا معجزات تصير بها. اكيد حقيقه معجزات. يعني محافظه مثل كربلاء، يعني هاي المساحه تعتبر بها 20 الآن مليون بالضبط 22 يعني مليون. اي هذه هنا تصير معجزات. نعم. انه المريض يصل بالسرعه الممكنه، ما شاء الله، يتلقى العلاج. حتى الاسعافات تكون يعني قليله، هاي الصغيره تكون قليله الحركه. نعتمد على النقل، حمله النقالات اللي هم طبعا حقيقه يقدمون فد خدمه جدا كبيره. يعني سرعه الاستجابه لاي مريض يسقط بالارض بالشارع بالكذا، استجابه سريعه بحيث انه هذا المريض يكون دقائق هو واصل الى المستشفى او اقرب مركز طوارئ. ممكن انه اذا كان يحتاج الى انه انقاذ حياته يعني الى ان يصل الى المستشفى. موضوع الاسعافات اللي بانتقالها خارج، مثل ما قلت لك يعني انه اكو فد مساله اللي هي شنو الاحتياجات بدنا نشوفها كل زياره نحاول نوفرها حتى نقلل من هذا الشيء. مع ذلك احنا نشرنا هاي الاسعافات الصغيره مع
الكوادر اللي هم الخدميه المتطوعين اللي يركضون امامهم لفتح المجال بالسيارات الاسعاف حتى تنقل الى الاسعافات الكبيره اللي موجوده في الطرق. هذول المتطوعين موجودين مع كل سياره؟ نعم، هاي ينتقلون لو عند الاحتياج ينادون يعني على هذا واقف. مثلا احنا عندنا موقفين مثلا موزعين سياراتنا الصغيره، موزعين مثلا يم المسقف، يم المستشفى الميداني، يم مثلا عارضه الشهداء، موزعينهم يم كل سيارات هذني. احنا موزعين اثنين، اكو عدد من المتطوعين. نعم. عندهم توجيهات انه يفتحون الطريق الى الاسعافات. كيف يتم اختيار المتطوعين؟ آلية قبولهم؟ هذه اكو اقسام اخرى يعني هم اللي مسؤولين على هذا الموضوع، اللي هو حملة النقالات. هذا قسم. نعم. شعبة اخرى هم اللي يعني اللي هم اللي مسؤولين على اختيار هذول. لكن قبلها احنا هم نعطيهم دورات، يعني موضوع ان نقل المريض هم من قد يسبب فد مشكلة يعني. اكيد. عادة انه نعطي فد دورات سريعة، ادوات يعني شلون تنقل المريض، شلون ترفعه، شلون يعني تجيبه الى المستشفى. هذول اكو مسعفين خاصين يقدم يعني دورات. هذا لا، هو المسعف. نعم. يكون وياهم ويا ذول المتطوعين. اي اكو مسعفين. جيد. جواله. جيد. يعني ذول المسعفين يرافق المريض ويرافق المتطوعين. اكو مسعفين. نعم. متطوعين شالوا حملة النقالات، شالوا المريض يركض مسعف وياه. اول شيء يشوف شلون يشيلون المريض يخلوه بالنقاله، وبعدين شلون ينتقل وياه ويوصل الى المستشفى. اكو مسعفين مجوالين. جهود جباره هاي. لا الحمد لله. هذه يعني تطور مستمر ان شاء الله. يعني ممكن انه السنه الاخر يجوز تظهر في امور اخرى حسب الحاجه. طبعا هي الحاجه ام الاختراع، فاحنا أكيد. لازم انه نحضر امورنا الى انه كيف انه نستوعب هاي الاعداد وشلون نقدم بعد اكثر خدمه. يعني يعني عز علينا انه مثلا احد الزائرين يجي يتعرض الى فد مساله او لا سامح الله صار عنده فد شيء، وهذا يعز علينا هذا الموضوع حقيقه. يعني انه نحاول جهد الامكان اللي ممكن انه نقدر نقدمه في سبيل الاسعاف. من احياها كانما احيا الناس جميعا. فعلا فعلا. يعني هذه الجهود تشكر وتضع تاج على الراس. الحمد لله. يعني فعلا انتم تبذلون جهود وانتم خلف الكواليس، وهذا ما ظاهر للاعلام ولا للعلن. يعني كثيرين خلف الكواليس. يعني انا حقيقه من خلال قناتكم يعني ملاكات المستشفى السفير والمتطوعين اللي هم يجون حقيقه معهم همين، اللي الكوادر هذه اللي عندهم هذه الخبره في التعامل مع هذا الزخم وهاي الحشود على مدار السنه وبالزيارات المليونيه. حقيقه يعني جهودهم جباره. يعني ممكن انه يعني يبقون بدا يعني ايام بدون نوم. اكو ناس يبقون يعني يومين او ثلاثه انه لا راحه ولا نوم، مستمرين بالعمل. هذا هم توفيق خاص. طبعا. اي فعلا. طبعا. يعني احسنت. احسنت. هذا اعتبره يعني انه هذا الانسان موفق انه يجي يعطي هاي الخدمه. موفق. لذلك قلت لك اكو ناس تتوسل في انه تجي، لكن احنا ما نختار اي شخص. أكيد. يعني انا يجوني مثلا كذا، يابا انت شنو يتوسل انه اريد اقدم خدمه او فد شيء. احنا قطاع صحي، انت كطبيب، انت كممرض، انت ما عندنا مشكله، بس انه نتاكد من عنده من وضعيته. لكن مثلا يجيك يقول لك انا اريد اقدم اي خدمه. بعض الاحيان انه نضيفهم ويا المسعفين ويا حمله النقالات المتطوعين. ذولا يعني يجي يقول لك انا بس اريد اقدم خدمه. يعني احنا المتطوعين اكو اختيار خاص لهم طبعا، واكو تصفيه لهم ويتم زجهم بمستشفى السفير. بالضبط. الكوادر الطبيه عاده هم متمرسين وكل سنه هم نفسهم. يعني نفس الاشخاص. نفس الاشخاص. جيد. الاطباء اللي قلنا انه يجون خارج اختصاصات متعدده. نعم. يعني اطباء من دول عربيه او اجنبيه.
لو ما عندنا فقط عربيه؟ عندنا اكثر شيء العربيه، وعندنا طبعا الجمهوريه الاسلاميه همين يجي من عندها اطباء، باكستان هم يجي هذول نفسهم كل سنه لو هم احنا نتعامل مع مؤسسات رسميه وجامعات. جيد. يعني ما نتعامل يعني هذا من يجي هسه الطبيب، يعني انا ما اتعامل يجيني انا واحد يقول انا طبيب واريد اخدم وكذا، لا ما نقدر. يعني هذه ارواح ناس، اكو اليه، اليه طبعا. اليه متبعه باختيار اللي هم يجون يشتغلون كمتطوعين. يعني انا اتعامل ويا مؤسسه جامعه، يجوني جامعه مثلا، عندي اطباء اسنان مثلا اختصاص يجون من الجمهوريه الاسلاميه، مشكورين دولة كل سنه يجيبون خدماتهم وكذا. دولة اساتذه جامعه، يعني نعرف ارتباطهم بالجامعه وبهوياتهم، سيفيات هاي تدقق. يعني ما يدخل احد الى اي مفرزه كطبيب اذا ما متاكدين انه هذا طبيب. جيد. لان هاي مساله ارواح ناس، ارواح زائرين، مستحيل نسلمها احنا هيك. يعني مو اختيار هذا. فلذلك يكون تعامل ويا مؤسسه رسميه في دوله معينه، هذه هي عندها هذه الملكات، تدز لنا اياهم قبل فتره، قبل شهرين. هسه اكو ناس هسه يجون يقولون ما نقدر، احنا قبل شهر محددين متفقين على هاي الاليه، ولازم اشيك السيفيات مالتهم، يلا ممكن ادخلكم للخدمه. نعم دكتورنا العزيز، كما يعلم المشاهد العتبه الحسينيه لها اكثر من مستشفى. هل هناك تعاون بين مستشفى السفير وباقيه المستشفيات الاخرى، او هناك جهات خارجيه اخرى تساعد مستشفى السفير في تقديم الخدمات زوار ابي عبد الله؟ طبعا احنا تعاون مستمر بيناتنا، بين المستشفيات الصحه كلها تدخل من ضمن، لانه لازم اكو تنسيق، لازم اكو هذا جميع المستشفيات تحت اشراف هيئه الصحه والتعليم الطبي. نعم. اللي هو العتبه الحسينيه. نعم. يعني اكو مستشفيات الكبرى الاحالات مالتها توجه الاسعافات للاحالات، مراكز الطوارئ مالتهم اللي داخل اكو استعانه من مستشفيات في بعض الحالات الطارئه نقول. طبعا تصير الحالات مثلا، واحنا يعني كل جهه تعرف الحركه صعبه، واحنا لازم الانتقال المريض يكون بسرعه يعني كبيره باقصى ممكن. فلذلك مثلا الجهه الفلانيه تتجه الى المستشفى الفلاني، مستشفى الحسين، الجهه الفلانيه تتجه الى مستشفى زين العابدين، الى مستشفى الوارث. يعني نقسم حسب المركز الطوارئ الاقرب حتى يقل الضغط على بقيه المستشفيات. بالضبط. اي حتى فالتعاون هذا مستمر. احنا طبعا نداء واحد بالنسبه للاحالات. جيد. جيد. نعم. يعني من يصير احتياجات تنسيق. اي بالضبط. قسم العمليات مال الدائره ايضا. نعم. ومستشفيات الدائره ومستشفيات الهيئه كلها تدخل من ضمن التنسيق مع المفارز الموجوده داخل نعم. الحرمين، يعني المدينه القديمه والحرمين. دكتورنا العزيز، اريد كيف يتم التنسيق الجهود بين الفرق الطبيه والاداريه في المستشفى لضمان سلاسه العمل وتقديم افضل الخدمات؟ حقيقه هي هناك تصدر جداول بهذا الموضوع. يعني احنا نحدد الجداول بالنسبه للخفارات. المستشفى كلها تدخل انذار 100% طبعا. فتعرف انت اكو فد حاله لازم يعني ناخذها بنظر الاعتبار. انه انت اي من الكوادر الموجودين كطبيب او ممرض او مختبري او باي مكان اخر، حتى الخدمات، عنده فد قدره الى العمل. بعد هاي القدره ممكن انه يعني يسبب يجوز هذا، فلازم اكو فترات يعني انه اقسم بها العمل. اكيد. او على وجبات متعدده. يعني نعم. اول شيء احنا عندنا اهم شيء اداره الازمه. الاداره شلون تكون؟ انه انا اقسم المراكز الطوارئ مالتي واخلي مسؤول ومشرف على كل مركز. جيد. هذا اتصال مباشر ويا المدير ويا المعاون باي موضوع يصير، باي احتياج ممكن انه يحتاجه، هذا اتصاله مباشر. هذا هو المشرف على كل هذا. لازم يعطيني كل يوم طبعا اضافه الى الاحصائيات، اضافه الى الصرفيات، اضافه لها لازم يعطيني تقرير كامل. جيد. ومن ضمنها المعوقات اللي صارت لي. هذه بالنسبه كاداره. المعوقات يحتاج الى هنا علاج فوري
بالضبط. يعني هذا يكون يعني هذا تحدث يصير نداء انه محتاجين بهذه المركز الطوارئ كذا علاج، كون تجيبوا لنا اياه مثلا، او كذا جهاز نحتاجه هسه. زين. الاستجابه فوريه. طبعا احنا بدينا هسه السنه انه نشكل نسميه الفريق الاستجابه السريعه. جيد. هذا شنو فريق الاستجابه السريعه؟ هذا اي مركز من المراكز ممكن انه يحدث به اي فد طارئ، يطلع الفريق بمستلزماته واجهزته، لازم يروح للحاله مباشره. المفروض انه اما انقل له انه اللي يشيل يريده اذا كان هناك طبيب او فشل. طبعا كل مفارزنا بها اطباء. زين. ان شاء الله يعني السنه دخلنا هذا الموضوع انه لازم المفارز تكون بها اطباء. نعم. مع ذلك اخاف نحتاج هذا الموضوع يعني اذا ما قدروا، طبعا خاصه ايام الزخم. نعم. الزخم الكبير يعني هذا مرات يعني احنا نقول تقفل عندنا. اكيد. تقفل بعد الطور. فلازم عندك ناس تستجيب بالسرعه يعني. فخلينا هذا الموضوع بنظر الاعتبار السنه. انا هاي الجهود الجباره التي تبذل، احنا حكينا امور يعني احنا خاليها انه هذا الموضوع انه بنحكيه، بس دا ابين انه يعني للاطمئنان بهذا الامر. نعم. يعني الحمد لله انه موضوع الفرق الطارئه اللي خلينا الاستجابه السريعه ان شاء الله احنا يعني قلت لك مراكزنا اللي هي مراكز الطوارئ هذا مجهزه بكل شيء، يعني جهزناها. جيد. ان شاء الله ما تحتاج، لكن مع ذلك خلينا للاحتياط. اي اكيد. انا الحقيقه يعني عندي محاور عديده عن مستشفى السفير وما بودي الحلقه تخلص، بس سيدي المخرج يقول لي باقي لك 5 دقائق، وعندي كثير من المحاور ما تحدثتها وياك. بس ان شاء الله هاي الجهود كلها مسجله عند الحسين. والله ان شاء الله. فاني بختام حلقتي اريد اتحدث عن موضوع انه هي المبادره التي اطلقتها العتبه الحسينيه المقدسه في هذه الايام والايام الماضيه، وتقديم الخدمات الطبيه والعمليات بالمجان. كيف كان التعامل مستشفى السفير مع هذا الامر؟ وهل هناك احصائيات في عدد المراجعين والمستفيدين من المبادره في داخل كربلاء وخارج كربلاء؟ انا احكي لك بالمختصر. نعم. احنا مستشفى السفير مبادره مستمره على طول السنه. جيد. بدعم من العتبه الحسينيه وسماحه المتولي. يعني بعيدا عن المبادرات التي تطلق بعيدا عن المبادرات، احنا العلاج والعمليات، جميع العمليات، يعني احنا عندنا عمليات تبديل مفاصل. جرينا عمليات تقريبا بال 120 عمليه تبديل مفصل داخل السفير باطباء اختصاص يعني حاذقين في عملهم، والعمليات ناجحه كلها الحمد لله. ما شاء الله. كلها ناجحه مجانا بدعم. هذا بعيدا عن المبادره. هذا بعيدا عن المبادره. نعم. ودخلت همين في ايام المبادره همين كانت يعني هاي فتره انه بهذا الموضوع. عندنا مركز مثلا مال عقب، احنا طبعا الاستشاريه مالتنا خلال فتره المبادره تستلم حوالي 600 مراجع. ما شاء الله. نص هذول المراجعين عندنا مركز عقم. المركز العقم جهزناه بالادويه والمستلزمات اللي مطلوبه بهذا الموضوع. يعني عندنا احصائيات موجوده مسجله رسميه مرفوعه الى العتبه والى الدائره هيئه الصحه. اي بالضبط. انه على الاحصائيات اللي عندنا بهذا الموضوع. عدد عمليات خلال 3 أسابيع 1313 عمليه. ما شاء الله. 1313 خلال 21 يوم فقط. 21 يوم. زين. اضافه هاي من ضمن المبادره لو خارج المبادره؟ هاي الفتره. هاي الفتره 3 أسابيع. 1313 عمليه اجت السفير خلال 21 يوم. ما شاء الله. عمليات خاصه فوق الكبرى كبرى. احنا مرات الصغرى ما نحسبهن. نقول ذني هيك. ذني بركه ذني. احنا عندنا 4 صالات عمليات تشتغل ال4 صالات. عندنا عدد اطباء حوالي 6 باليوم الى 7 يشتغلون على 4 صالات من 8 صباحا الى 8 صباحا 7 ايام بالاسبوع. ما شاء الله. يعني 12 ساعه جرة واحده بدون توقف. ما شاء الله. بدون توقف. هسه عندنا بهذا الوقت عندنا عمليات مستمره يعني بدون توقف. سجلنا في سنة 2023 13,000 عملية. ما شاء الله. مع أنه إحنا متوقفين أيام الزيارة، تعرف التذني تتوقف بين حالات طارئة بس لو تحسبها شهرين.
كان عندنا إعادة تأهيل للمستشفى شهرين 4 أشهر. هذا الموضوع خلال 8 أشهر فقط. ما شاء الله. يعني هذا سجلنا. هذا طبعا كلها عمليات مجانية من كل أنحاء العالم، العفو من كل أنحاء العراق، يعني خلينا نقول. يعني مو فقط كربلاء، لا خارج كربلاء. هذا عندنا مسجلة عدد المحافظات وأعداد المرضى اللي هم بالمحافظات اللي اجت لهم العمليات، تجينا من المحافظات. أعداد المحافظات يمكن أكثر من أعداد كربلاء. ما شاء الله. لأنه بعض الأحيان أنه نراعي هذا الموضوع، أنه هذا جاي من المحافظة، صاحب خطوة. لا صاحب خطوة لازم. وعمليته يعني في مرة من المرات واحدة من العمليات مريض خطية من أهل البصرة اتصلوا بي قالوا لي هذا خطية مريض من أهل البصرة عنده حصى والحصى كلش مأذيته ونازل. قلت له وين هو موجود؟ قالوا اي موجود يمنا هسه. قلت جيبوه. اجى المريض ايش وقت انت ماكل؟ تعرف انت لازم قبل التخدير وهذا. قال والله انا من الصبح بعد ما قدرت اكل وهذا الحكي هذا العصر. بالليل اجيت العمليه له، ثاني يوم طلع للبيت وهو يعني صافن على روحه انه اني اجيت وسويت هاي العمليه. طبعا تفتيت، عمليه تفتيت بالليزر يسوونها يشتغلوها عندنا الجراحه البوليه. واجيته العمليه وكمل ثاني يوم طلع للبيت صافن. قال معقوله يعني انا اجيت اكو مرات يعني انت محافظات يعني انت شو تسوي هذا تخلي يومين 3 أكيد. صعبه. اكيد. دكتورنا العزيز اريد كلمه اخيره وتوصيات خاصه للزوار. وتعبناك اليوم. لا الحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انه احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ان تتم هذه الزياره على زائر ابا عبد الله الحسين بالصحة والعافية. اللهم امين. اللهم انه لا يرينا فيها اي سوء او شر ان شاء الله. ان شاء الله. محمد وآل محمد بحق صاحب هذه الزيارة نكتب لهم السلامة بكل خطوة. ونكتب لهم السلامة والى رجوعهم الى بيوتهم يعني ومنازلهم ان شاء الله. ان شاء الله. التوصيات انه يعني الزخم الكبير هذا قد ممكن انه يعرض الناس. اول شيء انه موضوع الاكل والشرب هم في الطريق. الحمد لله طبعا كثير من المواكب يعني يعني تعمل برعايه ووقايه صحيه بالضبط درجه عاليه جدا. درجه عاليه. نعم. حقيقه يعني مشكورين اصحاب المواكب على هذا الموضوع باستخدامهم الشغلات اللي هي استخدام الواحد او كذا. واكو ناس حتى تلبس الكفوف واكو ناس حتى ماسكات. حقيقه هذه كلش مهمه جدا. هذا يسهل العمليه بينكم وبينهم. أكيد. بالضبط. يعني حقيقه يعني اكو ناس اكو مواكب تجي تتابع ويانا يعني حقيقه انه تتابع المواضيع الصحيه يعني شلون نسوي شلون كذا شلون نخدم الزوار بهذا الموضوع. مشكور اصحاب المواكب على هذا الموضوع على هاي الخدمه اللي يقدموها. مراعاة انه عدم الدخول في زخم يعني الازدحامات الكبيره. يحاولون انه يعني اذا حدث عندهم حدث مثلا مريض سقط او فد شيء انه يحاولون انه يفتحون له المجال حتى في سبيل انه انتقال يكون اسهل. شويه يتحملون جماعتنا في حاله انه يفتحون الطريق للاسعافات يعني. واحنا راح نكون بخدمتهم في كل شيء يعني ان شاء الله. يعني عسى ان يكتبنا الله سبحانه وتعالى انه بتوفيق بهذه الخدمه. اللهم امين. اللهم شكرا جزيلا لك. الله يسلمكم. على تلبيه الدعوه ان شاء الله. وساعة صدرك لاستقبال هذه الاسئله وهذه الحالات الحرجه اللي تتعاملون وياها يوميا في مستشفى السفير. شكرا جزيلا لك. الله يخليكم. وان شاء الله العود كل سنه وكل عام ان شاء الله علينا اجمعين ان شاء الله ولزوار ابي عبد الله الحسين. شكرا لك. شكرا لك. نعم احبتي المشاهدين، وصلنا واياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. اتقدم بالشكر الجزيل الى ضيف حلقتنا لهذا اليوم دكتور عامر كريم الشمري مدير مستشفى السفير التابعه الى العتبه الحسينيه المقدسه. وكذلك اتقدم بالشكر الجزيل الى كل مشاهدين قناه الانوار الفضائيه اللي يتابعونا واللي اصغوا الى كلام ضيف حلقتنا لهذا اليوم. وكذلك شكر خاص الى كل كوادر قناه الانوار الفضائيه اللي رافقني في هذه الحلقه. وشكر خاص بمعنى الكلمة شكر خاص إلى الأمانتان العتبة الحسينية والعتبة العباسية على هذه الجهود التي تقدمها لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. وكذلك شكر خاص إلى الكوادر المتطوعين اللي يجون بهذه الرحابة الصدر من أجل تقديم الخدمة ومساعدة إخوانهم في العتبات المقدسة.
وهذه انتقاله الآن إلى الزملاء في باقي المحافظات، شبكة المراسلين اللي تنقل لكم أحداث زيارة ال40. فإلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكم، وعلى أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة. وفي الختام تقبلوا تحياتي، أستودعكم في أمان الله وحفظه، وإلى الملتقى.